يا أهلا وسهلا بحضراتكم. خلونا بس في البداية نصلي على النبي ونذكر الله، وكمان بنقول لكم ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو. يعتبر ده أول فيديو بنعمله على القناة هنا بعد ما تم إغلاقها، والحمد لله رجعت بعد سنتين وشهرين بالظبط. خلونا نتكلم في الفيديو ده عن صعود نادي أرسنال قبل النهائي من الشامبيونز ليج، وكمان خسارة صعبة جدا وتقيلة جدا لريال مدريد. طبعا زي ما احنا عارفين ان ارسنال فاز على ريال مدريد في المباراة الأولى بنتيجة 3-0. وطبعا كل عشاق ريال مدريد متعشمين إن هم يعملوا رومونتادا ويقدروا إن هو يعوضوا خسارتهم قصاد أرسنال. ولكن فاجئنا أرسنال كلنا بأن فرقة قوية جدا، فرقة واقفة في مراكزها بشكل كويس، بتدافع وعندهم حارس مرمى كبير جدا جدا. وفاجئونا كمان إن هم أحرزوا هدف الأول في ريال مدريد، وكمان أضاعوا ضربة جزاء. ريال مدريد قدر ان هو يتعادل، ولكن في الدقائق الاخيره من المباراه مارتينيلي احرز هدف الفوز على ريال مدريد. فكده ريال مدريد بيخسر ذهابا وايابا قصاد نادي ارسنال اللي حجز مقعده في نص النهائي عشان يقابل باريس سان جيرمان. الحقيقه ارسنال عمل مباراتين من افضل المباريات بتاعته اللي عملها هذا الموسم، ووضع صعب جدا بيعيشه ريال مدريد الحقيقه، لان كريال مدريد بيتغلب بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين. مش متعودين على ريال مدريد ان هو يكون بالسوء ده، واعتقد ان خلاص موسم كارلو انشيلوتي مع ريال مدريد انتهى تماما، وحاليا بيتم البحث عن مدير فني جديد عشان يقود ريال مدريد بداية من الموسم اللي جاي. كمان على الناحية التانية انتر ميلان بيضرب موعد هام جدا وقوي جدا مع برشلونة، وصعد بعد مجموع المباراتين وتغلب على بايرن ميونخ. هيقابل برشلونة أعتقد مواجهة صعبة جدا وقوية جدا عشان يتقابلوا في قبل النهائي. بنتمنى التوفيق لكل الفرق، ويهمنا طبعا نسمع آراءكم في التعليقات تحت. مين الفريق اللي هيقدر ان هو يفوز من المباراة ما بين أرسنال وباريس والإنتر وبرشلونة، والفرقتين اللي هيصعدوا لنهائي الشامبيونز ليج؟ بتمنى التوفيق. في النهاية ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو.